السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف، مع تاني حلقه في سلسله منتجات مصريه بديله للمنتجات المقاطعه. وطبعا النهارده زي ما انتم شايفين كده هنجرب بدائل للسناكس او الشيبسي. وقبل ما نبدا طبعا ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب يصحمهم ويصبرهم ويثبتهم على اللي هم فيه. يلا بينا نبدا اول حاجه معانا ببرافو شيبسي، وده بسعر 5 جنيه. وده طبعا هيبقى بديل قوي جدا لشيبسي، اللي انا اصلا مؤخرا حتى من قبل المقاطعه كنت بحب البراند ده عن شيبسي يعني. نبدا باول طعم معانا وهو جبنه ميكس، وده طبعا المفروض يكون بديل شيبسي اللي هو بطعم ميكس شيدر، حتى اللي هو كان لونه موف شويه ده. نفتح كده. الحقيقه انا بحبه جدا، شكل الشيبسيه بيكون الحقيقه مظبوط فيها كده، فيهاش بقى محروق كتير ولا بايظ كتير، بتبقى كل شيبسيه كده صحيحه الحقيقه كده في نفسها يعني، ما بقاش مكسر كده زي بتاع شيبسي ولا اي حاجه. دوق كده نقول بسم الله. طعمه الحقيقه حلو جدا، طعم الفليفر فيه قوي جدا وواضح جدا وباين جدا. الكواليتي بتاعت الشيبسيه نفسها بتاعت البطاطس نفسها الحقيقه نظيفه قوي، مش شاربه زيت تحس ان انت بتاكل زيت كده وايدك مزيته ولا اي حاجه، لا الكواليتي الحقيقه نظيفه جدا ومحترمه جدا واحسن من شيبسي بكتير قوي. كده جبنه ميكس وش طبعا لازم تجربه. شوف بقى اللي بعده برافو بطعم الكاتشب. شكل الشيبسيه برده فيه الحقيقه نظيفه جدا. ندوق كده نقول بسم الله. طعمه برده الحقيقه قوي جدا، حلو جدا. طعم البطاطس الحقيقه عجباني قوي الحقيقه بتاعته. شيبسي بالكاتشب 100 100. برافو يعني بالكاتشب. شوف بقى اللي بالشطه والليمون رهيب الحقيقه. كل الشيبسيات اللي فيه نظيفه جدا. دوق كده نقول بسم الله. طعم البطاطس برده الحقيقه محترم قوي قوي. طعم الفليفر هنا في الاول حسيته ضعيف كده حبه، بس لما خدت واحده ثانيه لا بدات احس ان الطعم بدا يقوى الحقيقه. فلا كطعم الحقيقه برده كفليفر حلو جدا، بس هو هنا لو هتاخد واحده بس كده لا هتحس ان الطعم ضعيف شويه، لكن لما تاخد واحده او اتنين لا هيبدا الطعم يزيد معاك. فبرافو الحقيقه بالشطه والليمون 100 100. اخر حاجه بقى برافو بطعم فراخ شوايه، وده الحقيقه بالنسبه لي اكتر طعم انا بحبه في الشيبسي ده يعني. انا رايي فيه الحقيقه محسوب من قبل ما اكله يعني. دوق كده نقول بسم الله. طعمه رهيب جدا الحقيقه. تحس كده الفليفر بتاعت الفراخ اللي فيه كانها فراخ بجد، مش طعم صناعي كده حبه. برافو، لا برافو الحقيقه. تعالى بقى نروح للبراند اللي بعديه واللي يعتبر ليفل اعلى شويه في الشيبسي، وهو شيبسي سول. وده بقى بسعر 5 جنيه. معرفش بقى ده كان عرض في فتح الله وانا جبته ب 5 جنيه ولا لا، بس انا اعرفه ان هو كسعر المفروض اغلى من كده شويه. وده كده بطاطس اللي هي كاتب كوك دي يعني، اللي هي تبقى اسمك شويه وكده يعني. طبعا انا جربت الشيبسي ده قبل كده في حلقه من سنه تقريبا، فجت فرصه بقى طبعا دلوقتي ان احنا نجربه كبديل. نبدا باول طعم بقى فيهم وهو شيبسي بملح البحر، وده انا ما كنتش لاقيه من سنه بس صادفت بقى لقيته النهارده. حجمه الحقيقه من جوه يعتبر صغير شويه، بس بصراحه شكل البطاطسيه بسمكها نظيفه جدا. ندوق كده نقول بسم الله. طعمه الحقيقه تحفه جدا. طعم البطاطسايه نفسها الحقيقه كقرمشه وكجوده تحفه جدا الحقيقه، وانا بالنسبه لي ده احسن من رو ومن سباتس الحقيقه في موضوع الكيتل كوك ده. فشيبسي سول ده لو انت ليك في موضوع الكيتل كوك لا هيبقى احسن بكتير من رو ومن سباتس. شوف بقى اخر طعم في سول وهو ملح وفلفل اسود، وده غالبا انا فاكر قبل كده ان هو خد بالنسبه لي احسن طعم في حاله الشيبسي اللي كنت عاملها من سنه زي ما قلت لك. ندوق كده نقول بسم الله. عالمي بالنسبه لي الحقيقه في فكره الشيبسي دي عامه كده على بعضيها. احلى كيس شيبسي ممكن تجربه في حياتك الكيس ده، رهيب بصراحه كطعم وككواليتي وككل حاجه يعني. تحس ان انت حاجه هوم ميد بنظافه جدا. شيبسي 5 ستار الحقيقه. فسول ملح بحر فلفل اسود ما تقارنوش باي حاجه ثانيه. نروح بقى للبراند اللي بعده وهو ناتشوز، وده طبعا بديل لدوريتوس. نبدا اول حاجه بناتشوز بطعم الجبنه ناتشوز. ده كده شكله طبعا. دوق كده نقول بسم الله. بصوا الحقيقه هو كطعم جبنه لا حلو جدا جدا، ويمكن تكون طعمها اعلى من الموجوده في دوريتوس كمان. بس هو كرقائق ذره يعني او كرقائق ناتشوز لو هتقارنها بدوريتوس هو كسمك او كقرمشه اقل شويه من الموجوده في دوريتوس، بس انا بالنسبه لي كده هي احلى يعني. انا اصلا قرمشه دوريتوس بحسها ان هي اوفر شويه يعني، لو واحد سنانه تعبانه حبه توجعه، انما دي حلوه جدا. فناتشوز بطعم الجبنه ناتشوز لا شغال حلو. شوف بقى بطعم البابريكا وسعر الواحد فيهم 5 جنيه. ريحته اقل. ندوق كده نقول بسم الله. بصوا هنا بقى الموضوع العكس، طعم البابريكا هو اللي اقل وكواليتي الناتشوز نفسها لا اعلى شويه. ما اعرفش بقى انا بيتهيالي ولا لا، بس انا حاسس ان طعم البابريكا رغم ان هو موجود وحلو وباين بس اقل سنه من اللي بيكون موجود في دوريتوس. بس طبعا كبديل حتى لو طعمه وحش خالص احسن بكتير جدا من ان احنا طبعا ما نعملش مقاطعه، ولكن هو كبديل للمقاطعه لا انا شايفه طبعا حلو جدا وشغال يعني، مش فرق جوهري قوي يعني او فرق صعب جدا بينه وبين دوريتوس، شغال مش وحش. نروح بقى لاخر براند معانا وهو جاكوار، وده بسعر 5 جنيه طبعا للكيس. وده جاكوار بافس يعتبر بديل لشيتوس بافس او ويندوز، لان ويندوز تقريبا تبع امريكانا فغالبا مش معانا يعني. بس اهم حاجه ان هو يكون بديل لشيتوس بافس وجاكوار، وده بديل لشيتوس العادي اللي هو شيتوس كرانشي يعني. نبدا اول حاجه بجاكوار بديل شيتوس كرانشي. ريحته جامده جدا. بص شكله من جوه عامل ازاي. شكل الجبنه فيه عظيمه يعني. بصوا شكله كده، حتى شكل الفليفر حتى فيه قوي جدا. دوق كده نقول بسم الله.
عامل زي جوليو بتاع زمان مش بتاع دلوقتي. بصراحه طعمه حلو قوي، وبالنسبه لي ممكن يبقى احسن من شيتوس ككواليتي منتجات درر. طعم الدرر هنا في حقيقه كريسبي وما فيهوش بقى، عارف انت في كده ساعات تكتلات ناشفه كده شويه في شيتوس او في جوليو بتاع دلوقتي. هنا لا، المنتج الحقيقه ده حلو جدا، مقرمش قرمشه حلوه جدا، وفي نفس الوقت بتاكله بسلاسه، ما فيهوش حاجه تضايقك وانت بتاكل كده. فلا بصراحه انا بالنسبه لي جاكوار ده يعني انا ممكن اجيبه عن شيتوس كمان، رغم ان طعم الجبنه بتاع شيتوس احلى شويه، بس انا طعم الجبنه قوي وواضح وحلو قوي. شوف بقى شيتوس بافس، شوف بقى سوري جاكوار بافس مليان على اخره الكيس الحقيقه. دوق كده نقول بسم الله. بص هو مبدئيا ده بسعر 5 جنيه وويندوز بسعر 5 جنيه، ويندوز ممكن يعمل 1 على 10 من ده في الطعم. اما لو هتقارنه بشيتوس طبعا فلا، بالنسبه لي الحقيقه ممكن برضو يبقى زيه او يمكن احسن شويه كمان. طعمه حقيقه حلو جدا. انا جاكوار بالنسبه لي بيقدم كواليتي محترمه جدا جدا كمنتجات ذره يعني لغايه دلوقتي. طعم قوي وفليفر حلو جدا، فلا ده منافس قوي وبشده الحقيقه. يعني انا شايفه مش بديل، هو احسن من الحاجه اللي احنا بنقاطعها الحقيقه. اخر حاجه بقى من جاكوار واللي واضح طبعا ان هو بيعمل منتجات باشكال واطعمه كتيره جدا، وهو كورن سناكس. انا كنت فاكره في شهر الحقيقه بس طلع حاجه تانية تقريبا يعني. منتج كده عامل زي فرقع لوز بتاع زمان يعني. دوق كده نقول بسم الله. هو بالظبط اللي فيكم كده فاكر في طفولته كان في حاجه زيه كده اسمها فرقع لوز، نفس الطعم بالظبط. حلو جدا الحقيقه. تعالى كده ارتبه لكم بسرعه واقول لكم الحاجات اللي عجبتني قوي وما تفوتوهاش. يلا بينا. دول كده اكتر 5 عجبوني النهارده. سول طبعا، وجاكوار البافس، وجاكوار كريسبي، وبرافو الجبنه، وبرافو الفراخ. دول الحقيقه 5 منتجات ما يتفوتوش، وبدائل مصريه 100%، احسن من اي منتج واخد براند برده من بره. وزي ما قلت في الحلقه اللي فاتت، انت لو مصنع او كبزنس اونر طبعا هنا في مصر وخايف ان انت تخسر البراند بتاعك اللي مسمع عالمي، ما تفرقش في اي حاجه يعني. ما تخافش ان في وكيل تاني ممكن يخش ياخده منك في مصر. انت مصنع مصري وعندك عماله مصريه وعندك شغل مصري، واعتقد ان الخامات دي ما فيهاش حاجه مستورده يعني. واعتقد ان انت عندك زي ما بيقولوا كده سر الصنعه او سر التركيبه، او تقدر تصنع بنفسك من غير ما انت محتاج الاسم ده خالص. فبناقص اي جنيه او اي دولار يطلع بره يكون سبب في اذيه لاخواتنا يعني. بناقص اي حاجه من كده. انت تقدر بنفسك زي ما ماكدونالدز كده عمل في روسيا، تقدر بنفسك تنتج منتج مصري لوحدك من غير ما تبعت اي حاجه زياده. واعمل كده واحنا هنقف في ظهرك. مش مستاهله خالص انك تاخد اي اسم من بره يكون سبب زي ما قلت في اذيه لاخواتك. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.